يوم من حياتكم جحيما، سأنتقم منكم جميعا. بعد ليلة بدت هادئة في مكان آخر، كانت الشرارة تشتعل من جديد حين يعود تيناردي من أعماق السجن حاملا في قلبه حقد السنين. فهل يبقى السلام في بيت كوزيت وماريوس؟ عودة تيناردي. ما أجملك يا صغيرتي. هيا بنا نأكل. انتظري يا ابنتي، لقد تعبت. هيا بنا نعود للمنزل. ها هو يا أمي، بيتنا القديم. سنعيد النزل كما كان يا أمي، سنؤجر الغرف وسنعيش من جديد كما كنا نحلم، هذه المرة بسلام. لكن أختي لن تكون معنا، لكنك ما زلت هنا في كل ركن من هذا البيت. مر عام كامل يا أمي، عام منذ عدنا إلى هذا البيت، عام من التعب والعمل والبكاء. الحمد لله على كل حال. نحتاج بعض الخضار يا ابنتي، اذهبي إلى السوق واشتري لنا بعضا منها. حسناً يا أمي، سأذهب واشتري بعض الخضار. هذه الطماطم جيدة. هذا الخضار جيد، سأشتري بعضا منه. عدت أخيرا يا ابنتي، لقد قلقت عليك فأنت تأخرت كثيرا. السوق كان مزدحما اليوم يا أمي، بالكاد استطعت أن نشتري ما نحتاجه. الحمد لله، من كان يظن أننا سنرى هذا اليوم؟ كم ليلة بتنا فيها على الأرض الباردة، نرتجف جوعا وخوفا، وها نحن الآن في بيت وإن كان متواضعا إلا أنه بيتنا. بسم الله. بسم الله. يا أمي، كم كانت قاسية أيام السجن، كأنها كابوس لا ينتهي. كنت أستيقظ كل صباح على صراخ أو بكاء. أذكر كيف كنا ننتظر كسرة الخبز كأنها كنز، وكيف كنا نضحك رغم الجوع فقط لنقنع أنفسنا أننا ما زلنا أحياء. وأذكر ليل الشتاء الطويل، كنت أرى الألم في عينيك يا أمي. الحمد لله الذي أخرجنا من السجن وأزال عنا الهم والغم. سأذهب إلى غرفتي قليلا، أريد أن أغمض عيني لعلي أستريح من هذا الماضي. تفضلوا الطعام. كلي جيدا يا صغيرتي. أتعلم يا ماريوس، أحيانا وأنا أرى ابنتي أمامي أرى ماضي كله. كنت في مثل عمرها حين انتشلني من الظلمة. رجل طيب، رجل لن أنساه. ما حييته، علمني الخير، كان يحمل على كتفه أعباء العالم، لم يكن يملك إلا قلبا نقيا. كم أفتقده يا ماريوس. لقد منحني الله بعد كل ذلك العناء حياة لم أكن أحلم بها. وأنا لا أرى في الدنيا نعمة أعظم من وجودكما معي. قبل أن ألقاك يا كوزيت كنت تعيسا جدا، حياتي لا قيمة لها، لكن منذ لقائك تغير كل شيء. هذا إيجار الغرفة كما اتفقنا. شكرا لك يا سيدتي على الاستضافة في هذا النزول. مساء الخير يا أمي. كم كان يوما طويلا، لم أتوقف عن التنظيف منذ الصباح. أحيانا يا أمي أشعر أن الماضي يلاحقني، كل زاوية في هذا البيت تذكرني بشيء فقدته.
غدا سيكون أجمل يا ابنتي، والأهم أننا معا. هيا بنا ننام. لا ابنتي. حفظك الله يا ابنتي. الحمد لله، ما كان إلا حلما. يا رب احفظها لي ولا ترني فيها سوءا أبدا. ما بالك يا امرأة؟ كأنك رأيت شبحا. كيف خرجت من السجن؟ ظننت أنهم لن يفرطوا بك أبدا. يا إلهي، كيف فعلت ذلك؟ سيبحثون عنك، ستجلب علينا المصيبة. أريد طعاما ومالا وسأذهب، ولكن ليس للأبد. لقد هربت من السجن بعد ليال طويلة من الحفر في الجدار. لن يكون الأمر سهلا، لكنني لم أرضى أن أموت هناك. حفرت بيدي وأظافري في الأرض. كنت أحفر بقطعة حديد صديئة. كل ليلة كنت أقتطع من الأرض حجرا وأخفيه تحت القشة، حتى فتحت ممرا صغيرا خرجت منه في ظلام الليل. بعد أن خرجت من تلك الفتحة الضيقة، أخذت أعدو في الشوارع، فاختبأت بين البيوت المهدمة. قضيت أياما بلا طعام ولا شراب، لا أنام إلا على الحجارة، ولا أستيقظ إلا على لسعة البرد. لن تفلت من يدي يا تيناردي، سأجدك، ولو اختبأت في جوف الأرض لن يطول فرارك. أزلما، أين أختك؟ لم أجدها. أهي نائمة؟ لقد ماتت وهي تحاول إنقاذ ماريوس حين كانت المعركة تدور في الشوارع. وقفت بينه وبين الرصاص، فأصابتها رصاصة وماتت بعدها على الفور. أنا أفتقد إيبونين جدا يا أبي. إذن فماريوس هو السبب، هو وكل من حوله. لن أتركهم ينعمون بالسكينة أبدا. قتلوها. ماريوس وكوزيت كلهم شركاء في دمها. سنكون بخير يا ابنتي. وكيف أكون بخير وهم يعيشون في النعيم ونحن في العذاب؟ سأجعلهم يذوقون ما ذقناه، وسأجعلهم يندمون على هذا اليوم. سأجعل كل يوم من حياتكم جحيما. سأنتقم منكم جميعا.